أخيرا الكشف عن مرض بنت الفنان أحمد زاهر. الجميع بيتساءل وكان بيسأل هي عندها إيه؟ إيه الوعكة الصحية اللي أصابتها؟ طبعا خبرين كانوا في الوسط الفني ورا بعض، وكانت الناس كلها بتتساءل هو إيه المرض اللي أصاب آدم ابن الفنان تامر حسني، وإيه المرض اللي أصاب ملك أحمد زاهر بنت الفنان أحمد زاهر. الكل كان بيتساءل على هذا الموقف ومين هو، إيه اللي حصل لهم وإيه اللي دار معاهم. النهارده في الحلقه بتاعتنا على قناه الناقد والمنقود هنوضح لايف طبعا لحضراتكم ايه المرض اللي صاب الملك احمد زاهر. احنا عرفنا ان نجل الفنان تامر حسني كان اصيب طبعا بطبعا الزايده، والزايده انفجرت ودخل فيه اكثر من عمليه. في البدايه تحيه طيبه لكل اخواتنا وحبايبنا مشاهدين ومشتركين قناه الناقد والمنقود لايف الكرام اللي منورنا ومشرفينا ومتواجدين معانا على مدار الوقت ومدار الساعه. تعالوا نشوفوا التفاصيل. الفنان احمد زاهر اللي علق وطلع اتكلم في احد البرامج طبعا الفنيه وقال ان بنته تعرضت الى وعكه صحيه قويه جدا جدا، وان لغايه الوقت الحالي حياتها وحالها لسه لم يتحسن، ان هي لغايه دلوقتي لم تتحسن صحيا. لكن في نفس الوقت قال ان الاطباء كانوا محتارين جدا جدا في مرض ملك، وان هي عندها وايه اللي عند ملك، وايه المرض اللي وصل ملك للمرحله ديت. فالاطباء كانت تتساءل عن مرض ملك احمد زاهر، يعني ايه اللي جرالها وايه اللي تم معاها وايه اللي وصلها للمرحله المتعبه ديت، ايه اللي حصل مع ملك. ربنا يشفيها ويعفي عنها. بنطلب من حضراتكم الدعاء العاجل لملك احمد زاهر، ربنا يشفيها ويعفي عنها باذن الله. طبعا المرض اللي اصاب ملك احمد زاهر هو بكتيريا في الدم، يعني حصل تلوث داخل الدم، ده ادى لاصابه وتورم اجزاء كثيره جدا في جسمها. فلما حصل لها تورمات في اجزاء في جسمها كثيره جدا اضطرت ان هي تكتئب، طبعا داخليا اكتئبت نفسيا، وطبعا دخلت زي في ايه، في كومة اكتئاب نفسي، ازمة نفسية. فطبعا الموضوع اتسع معاها اكتر، بطلت تاكل بطلت تشرب، اصبحت بقى يتعلق لها محاليل. قلت لك ان الانسان في الدنيا عامل زي يعني طبعا زيه زي اي حاجه ممكن تبوظ في ثانيه. يعني انت احيانا بتبقى ماسك الموبايل بتاعك في ايدك، تيجي تدوس على زر الباور ببصمتك تلاقيه ما فتحش، فتقول ازاي ما فتحش زر الباور؟ يقول لك ده التليفون جاب شاشه، ده التليفون جاب كده. هو الانسان كده، اللي جواه دوت حاجات ممكن تهلك، تكون تعبانه، ممكن حاجات تكون اصلا تعبانه لوحدها، ممكن حاجات تكون انت تعبتها بنفسها، فحياتك ضعيفه جدا. يعني لك ان تتخيل عزيزي المشاهد ان انت ممكن تتعور في اي وقت، فنقطه دم تيجي منك، جرح يبان، يجي لك بكتيريا. فهي حياه الانسان ضعيفه. وانا تحدثت امبارح عن العمليات بتاعه التخسيس وقلت قد ايه مدى خطوره العمليات ديت، ولابد ان احنا نكون نخلي بالنا على اولادنا من اللي بيعملوا العمليات دي والكلام ده، لان الامر ده مش كويس وبيكون مش لطيف. العمليات دي خطر جدا جدا على جسم اي انسان في الدنيا، يعني غلط ان انت تدخل في مجال العمليات ديت، لان هتكون كارثه بكل المقاييس، يعني مصيبه بكل المصائب. كفكره ان انت تخش في مجال العمليات ديت وتعمل حاجه عشان خاطر تخس، فبتلاقي للاسف نفسك ضحيه للي بيحصل، وتلاقي نفسك انك في الاخر خسرت كل حاجه وتتعرض الى وعكه صحيه قويه جدا جدا. في النهاية بندعي لها بالشفاء العاجل، ربنا يشفيها ويعفي عنها بإذن الله تعالى. بشكر طبعا إخواتنا وحبايبنا مشاهدين ومشتركين قناة الناقد والمنقود الكرام اللي مشرفينا ومنورينا لايف متواجدين معانا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.